طيب ازيكم يا شباب. اعتذر على التاخير لان حصل مش عطل فني والله، بس هو حصل حاجه كده كنت عايزه اعملها واجربها، بس عملت باك فاير عليا وباك فاير على الفيديوهات لدرجه ان انا اتاخرت اسبوع. المهم يعني اكيد انتوا عارفين ان فيلم ذا اوديسي نزل واكيد كله شافه، ما عدا العبد لله، او مش كله يعني، ممكن نقول المعظم. انا كل ما اخش اشوف الحجز بتاع الصالات في السينما الاقيها كلها محجوزه، كلها محجوزه. والناس اللي راحت الفيلم اللي انا يعني اعرفهم بيقولوا السينما فوق بعضها، ومش حفله ولا اتنين بقى الكومبليتد دي، الحفلات كلها. فانا معرفش هي الشغلانه لمت ولا ايه. بحس اللي هو مش ده كريستوفر نولان اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليه مخرج اوفر ريتد وانترستيلر فيلم مش حلو؟ دلوقتي بقى البريمو. طبعا انا بهزر، بس فعلا الموضوع مش طبيعي يعني. انا مش عارفه اشوف الفيلم. انا مش جايه اتكلم عن فيلم ذا اوديسي ولا عن كريستوفر نولان، لسه بدري على الفيديو ده لحد ما نشوف الفيلم، الله اعلم امتى بقى. انا جايه اتكلم النهارده عن الفومو او الفير اوف ميسنج اوت. ليه؟ لان انا الفتره اللي فاتت كل ما سكرول في حته الاقي ناس طالعه من السينما او محتواها مش افلام اصلا، بس طالعه من السينما بتقول رايها في الفيلم وان هو قد ايه حلو ومبهر وكل الكلام ده، ومش تطبيل لكريستوفر نولان. هو في ناس اصلا داخله الفيلم ما تعرفش مين المخرج ولا تعرف ايه القصه اساسا. واشوف انترفيوز للممثلين واشوفهم على الريد كاربت عاملين ازاي، بالذات زندية شكلها يعني وانا بتفرج على الفيديوهات دي وبشوف اراء الناس حتى اللي كاتبه بوستز، مش لازم عاملين فيديو. انا متضايقه ان انا حاسه ان انا فايتني حاجه. انا فايتني، انا مش حاسه، انا فايتني حاجه، وحاجه حلوه، حاجه حلوه قوي. الفومو او الفير اوف ميسنج اوت، خايف ان انت فايتك حاجه، ومش علشان انت عايز تحس بدوبامين وان انت مبسوط لما تشارك مع الناس الحدث اللي بيحصل او الايفنت الموجود. لا، علشان انت لو ما شاركتهمش الحاجه دي وما كنتش موجود هتحس ان انت اوت كاست كده، منبوذ، ان انت هتفقد حاجه او هتفقد مكانتك في المجموعه. مش شرط ان المجموعه دي تكونوا انتوا عارفين بعض او صحاب، مش شرط خالص، بس كون ان في حاجه بتحصل في العالم، في حاجه بتحصل في وجه محلي في البلد اللي انت فيها، وحاسس ان انت مش فايتاك. مش دايما، بس لما بتحس بان انت مش مشارك فيها بتتضايق. بالذات لو حاجه انت بتحبها وحاسس انها الحته بتاعتك من الاخر. يعني انا حاسه ان مش عايزه اقول كده، لا بلاش اقول كده. الفومو ده انا بمر بيه باشكال مختلفه في حياتي، بس المره دي كانت على كبير قوي، لان زي ما قلت لك الفيلم ده انا مترقبه له من زمان. الفيلم ده انا رجحته من الفيديو اللي فات من قبل ما اشوفه، لان انا مراهنه عليه وعارفه ان الفيلم ده هيطلع كسبان، ومش علشان كريستوفر نولان، لا 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 لا. انا اصلا خايفه لحد دلوقتي اشوف فيلم تنت اللي هو اللي فيه روبرت باتنسون ده، اللي هو اخراج كريستوفر نولان، لان انا حاسه انه مش عاجبني، واراء الناس انا بثق فيها قالوا ان الفيلم ده مش حلو، فانا خايفه ان انا اشوفه لحد دلوقتي علشان خايفه انه ما يعجبنيش. بس احنا عارفين، اغلبيتنا عارفين ان كريستوفر نولان مخرج شاطر، فهو مش هيطلع حاجه اي كلام. الراجل ده بيقعد بالسنين عشان يطلع لك فيلم، فاكيد لما هيطلع فيلم تقيل. اخر فيلم عمله قبل ذا اوديسي كان اوبنهايمر، وده بقاله من 2023 ولا 24، 2023 تقريبا، بقاله 3 سنين. فاحنا بقالنا كتير. احنا كده كبشر بنحب نحس بالانتماء، ونحب نحس ان احنا جزء من مجموعه، حتى لو انت بتحب الوحده او تحب ان انت تقعد لوحدك، ده موجود بس ده بنسب. بس مع ذلك انت بتحب تشوف ناس بتشاركك اللي انت بتحبه، بالذات لو هم شبهك وزيك. طبعا هو في ابحاث اتعملت عن الفوم ومقالات بالهبل، وده تلج عشان هيسأل ده ايه، عشان بس الحر. وناس كتير اتكلمت عنه، بس انا عايزه اشارك بتجربتي معاه، لان هو فعلا مش انا متعرضه له امبارح، هو متعرضه له من زمان قوي. بس الفتره دي زي ما قلت لك زايد بزياده شويه من اللي انا بشوفه. انا عماله اشوف كل يوم فيديوهات، كل يوم ناس، في ايه، خلاص. هو كده الفير اوف ميسنج اوت موجود من قبل السوشيال ميديا ومن قبل الترندز وكل الكلام ده، بس هو طبعا زاد قوي بسبب السوشيال ميديا. يعني انا لولا السوشيال ميديا انا ما كان زماني تمام، ما كانش هيبقى فيه الفيديو ده اصلا. بس السوشيال ميديا زودته، لان انت
بتشوف بعيدا بقى عن التجربة بتاعتي الحالية، هو انت لما بتشوف حد في سنك بيعمل حاجة انت نفسك تعملها او راح مكان انت نفسك تروحه، بتحس ان انت فايتك. ويا سلام بقى لو هم كذا حد مش حد واحد، فبتحس ان هو وانتوا بتعملوا ايه يعني علشان تعملوا اللي انا مش عارفه اعمله. احنا لما بنيجي نفتح السوشيال ميديا ونتعرض لحاجه زي كده، احنا بنكون عايزين نحس باحساس المكافاه، لان الابلكيشن اللي انت بتفتحه تيك توك مثلا او انستجرام، انت بتفتح مش عارف ايه البوست اللي انت هتقابله او ايه الصوره اللي هتقابلها او ايه مين عمل لك لايك او مين اللي عمل لك فولو او ريكوست. احساس اللي انت مش عارف وفي حاجه انت عايز تشوفها مش عارف ايه اللي هتشوفه، بيحمسك وبيحفزك، فتلاقيه كل شويه عمال تفتح التليفون وتمسكه وتشوف في ايه اللي بيحصل، لان احساس المكافاه ده مخك بيكون مشتاق له من الاخر. مش عارفه في فيلم The Night in the Museum، مش فاكره اسمه بالظبط، اللي هو الفيلم بتاع حارس الامن اللي هو هيبقى شغال في المتحف، والناس والتماثيل هتصحى، ومش الحرب العالميه الثالثه، لا لا التاني، النسخه الامريكاني منه. في جمله اتقالت كده في الفيلم ده بحبها قوي، قال له انا مش عارف هعمل ايه بكره، او مش عارف ايه اللي هيحصل بكره. راح روبن قال له how exciting. فانت كون ان انت مش عارف ايه اللي هتمر بيه ومش عارف ايه اللي هيحصل، اوقات بيقلقك واوقات بيخليك متحمس او متحمس مع القلق، ساعات بيبقى ميكس ما بين الاتنين. يعني مثلا مش عارفه الاحساس ده ناس بتمر بيه ولا لا، بس انا مثلا لما باجي ابوست على الانستجرام انزل صور او كده، بكون قلقانه ومش عارفه ردة الفعل هتبقى عامله ازاي، مش عارفه ردة فعل بتاعت ايه، يعني ما هو مفيش ردة فعل على صور عاديه. بس عشان كده تلاقيني ايه بنزل او ببوست من السنه للسنه حرفيا، يعني عشان اولا انا ما بصورش كتير، ثانيا انا مش عارفه انزل ايه، ثالثا بقلق لما باجي انزل، بحس اللي هو بنزل بسرعه كده من غير ما افكر، عشان لو فكرت انا مش هنزل حاجه. فحبيت ان انا اراجع نفسي وافرمل نفسي شويه واقول لا، طب ما نمس اوت، مفيش مشكله خالص تمس اوت مكان كل الناس بتروحوا وبتحب تروحوا، ما ان شاء الله معني ما روحته، ما نروحوش ونروحوا حتى لو انا عايزه اروحه. ايه كميه اروح اللي انا بقولها دي، يعني مكان انا نفسي اروحه اروحه بعد ما خلاص الهايب تهدى عليه ونشوف بقى الليله دي كلها كانت على ايه، لان ده هيخليك تهدى شويه، وده هيخليك تسيطر على عقلك وتسيطر على نفسك. فانا قلت لنفسي لا فاكس، ما ماشي، ما نشوف الفيلم بعد ما الهايب تهدى خالص، ايه اللي هيحصل يعني، الفيلم هيتاخد منه حته ماشي، لان هنعمل ايه، ماشي خلي كل الناس تتكلم وخلي كل الناس بتعمل فيديوهات وهيبقى اوكي تمام. طب ما هو الفيلم حلو فعلا، ما هو المكان حلو فعلا، طب ما اي حاجه فعلا. بعد كده احنا نشوف تجربتنا بقى معاه بعدين لما الدنيا تهدى، مش لازم وهي الدنيا مولعه، لان ده فعلا بيخليك بتتعرض لضغط وتتعرض انت حاسس ان انت لوحدك وان انت ممكن تتعرض للاكتئاب، فهي مش مستاهله كل ده. فعادي نمس اوت، يلا نمس اوت، مفيش مشكله. ده اوديسي هخشه امتى؟ ربنا العالم، هستنى لحد ما الاقي السينمات كلها ما فيهاش بني ادم عشان اعرف اخشه كده بريحيه واعرف اشوفه براحتي، عشان انا ما بحبش السينما كمان تبقى زحمه. فلما تلاقي نفسك اتعرضت لحاجه زي كده والهايب عاليه على حاجه معينه، فيلم بقى، مكان، شخص، اي حاجه، اسال نفسك هو المكان او الفيلم او الشخص ده انت بنفسك انت فعلا عايز تروح المكان ده، او عايز تتعامل مع الشخص ده، او عايز تشوف الفيلم ده، انت فعلا عايز ده؟ شوف الاجابه ولا لا. لو لا خلاص انت عرفت، لو خلاص ماشي كويس، انت وصلت للحل، بعدين بقى نبقى نشوف. عايز تشوف وسط الهوجه شوف وسط الهوجه، حاول تشوف وسط الهوجه، مفيش مشكله. مش عارفين نشوف وسط الهوجه، استنى لما الدنيا تهدى، المكان مش هيروح، الشخص مش هيروح، الفيلم مش هيروح هيختفي من السينمات. ماشي، عندك يا عم قهوة تي في، مش هقولك اي بي تي في، قهوة تي في جميل لسه ما اتقفلش ولا صاحبه اتاخد نشوف ده اوديسي على قهوة تي في، مفيش مشكله لما ينزل كده ومتصور بتصويره حلوه. مش هقولك بقى استنى لحد ما ينزل على بلاتفورم، احنا هنستنى نشوف حد مصوره ونشوفه متسرب عادي جدا. انا بشوف ناس في سني واصغر مني بيروحوا اماكن ومحققين حاجات انا نفسي احققها
في سني ده ومحققتش ربعها ولا جيت جنبها اساسا، مش هقولك حققتها، ما جيتش جنبها. فعادي كل ده بنشوفه وبنحس ان احنا فايتنا كتير، مش مشكلة، عادي، انت مش لوحدك. ولكل الناس اللي شافت فيلم ذا اوديسي في السينما بالذات لو شافوه اي ماكس، حسبي الله ونعم الوكيل. انا خايفه اكون في حاجه عايزه اقولها بس ناسيه ان انا اقولها، لان انا مش كاتبه سكريبت ولا حتى مين بوينتس، انا طالعه اتكلم كده وخلاص من دماغي، يعني اللي انا عايزه اقوله بقوله لك. بس لو حصل ولقيتني عايزه اقول حاجه تانية اقولها لك في فيديو جاي ان شاء الله. يعني الحقيقه كان نفسي اقول لك ذا اوديسي ارجحه لك يعني، بس انا رجحته الفيديو اللي فات، والحقيقه لسه ما شفتوش، فلما اشوفه هبقى ارجحه لك تاني بقى، او يعني اقول لك رايي فيه باستباحه بقى، بس بقى في الفيديو بتاع كريستوفر نولان. المهم الحقيقه ترجيحنا النهارده لفيلم السهره هو بصراحه الفيلم اللي انا كنت ارجحه النهارده هو فيلم انتو ذا وايلد، لان هو كان اقرب حاجه للي انا بحكيه النهارده والموضوع، بس لقيتني مرجحه قبل كده فقلت لا بلاش، فقلت مش لازم حاجه ليها علاقه بالموضوع. انا من يومين شفت فيلم جلاديتور بارت 2. كنت بفكر لما نزل السينما اخش السينما، بس كنت فاكره معرفش دي ريميك للفيلم الجزء الاول، بس اتضح لي ان هو لا، ده هو تكمله او مش تكمله، هو احداث حصلت بعد الجزء الاولاني، مش فاكره ب10 سنين ولا ب20 سنه. فالفيلم حلو بصراحه، لا عجبني قوي واستمتعت بيه. فترجحنا النهارده الفيلم السهره هو فيلم جلاديتور بارت 2. وشوف بارت 1 لو انت مشفتوش، فيلم حلو قوي قوي قوي. واستمتعت بصراحه بمشاهده الجزء التاني، ما اتضايقتش خالص. قبل ما اقفل احب اقول ان انا شفت فيلم ويكد، ومش عارفه انا عملت كده ازاي وازاي استجرأت اشغله. الفيلم يا جماعه الاغاني وحشه قوي يعني بجد الاغاني مش حلوه. انا 3/4 الفيلم عامله له سكيب علشان مش قادره مش حابه، باني يعني الفتره اللي فاتت بقيت اشوف ميوزيكلز عادي وما اتضايقش لو الاغاني حلوه ولذيذه، بس فعلا اغاني زي دي انا ما اسمعهاش بره الفيلم. مش عارفه، الحاجه الوحيده اللي عجبتني في الفيلم او الحاجتين، لبس اريانا جراندي كان حلو قوي والديكوريشن بتاع الفيلم، غير كده لا. فتقدر تقول انا اديته نجمتين على الليتر بوكس عشان الحاجتين دول، غير كده اكون بكدب عليك بصراحه. فانا حاسه ان مستواي السينمائي انحدر. المهم اشوفك الحلقه الجايه وستي سيف، باي باي.